السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيكة بمذاق القهوة والشوكولاتة، صحية بمكونات طبيعية بدون حليب ومشتقاته، بدون سكر، بدون دقيق أبيض، بدقيق القمح الكامل. كيكة المذاق ديالها كيجي زوين بزاف وسهلة في التحضير. فإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وكذلك الضغط على زر الإعجاب إلا عجبتكم الوصفة. وما تنسوش تخليو لي آراءكم في التعاليق. بالنسبة للمكونات، في كأس خلاط الكهربائي غندير 3 البيضات، وغادي نزيد كاس ونص ديال القهوة، قهوة غير محلات، وغادي نزيد هنايا كاس ديال قطع ديال التمر، تقريبا 150 غرام ديال التمر قطعته، وغادي نزيد كيس ديال بودرة الكاكاو. هنا الشرط باش يجيكم مذاق الشوكولاته في هذه الكيكه ضروري انكم تستعملوا بودرة الكاكاو اللي كيكون المذاق ديالها كيكون النوع ديالها جيد، يعني كيكون فيها مذاق الشوكولاته الحقيقيه. بالنسبه لي انا استعملت غير هاد الاكياس، بصراحه ما كيكونش المذاق ديالهم فيه مذاق الشوكولاته بزاف، يعني من الاحسن تستعملوا بودره الكاكاو اللي كيكون اللون ديالها بني، كيكون مذاقها زوين. زدت من بعد ما خلطت هذو المكونات كلها طحنتهم حتى انسجموا، زدت نص كاس ديال زيت الزيتون، وزدت معلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه صغيره، زدت ليها تقريبا معلقه كبيره ديال الخل. غادي نخلط هذه المكونات كلها حتى غادي تنسجم، وغادي نبدا كنزيد الدقيق. هنايا انا استعملت دقيق القمح الكامل بالنخاله رقيقه، يعني كنحيدوا ليه النخاله الغليظه، كنخليو غير النخاله رقيقه. زدت هنايا الكاس الاول، كنخلطو مزيان حتى كينسجم مع الخليط. عاد غادي نزيد الكاس الثاني وغادي نخلط كذلك. هنا كنخلط حتى كينسجم لي الدقيق، يعني ما كيبقاوش عندي تكتلات ديال الدقيق في الخليط، بمجرد ما كينسجم. هنا غادي نزيد، حسيت بالخليط مازال خاصو شويه، غادي نزيد شويه ديال الدقيق. يعني هنا خديت ربع كاس ديال الدقيق، يعني كنزيد زدت ربع كاس، يعني استعملت في المجموع 2 كيسان وربع ديال دقيق القمح الكامل. يعني هنا الدقيق دائما كيكون حسب قوام الخليط، الا استعملتوا دقيق فرينه يقدر تختلف الكميه على الدقيق ديال القمح. هنايا كنخلط حتى كينسجموا جميع المكونات. كيف ما كتشوفوا الخليط كيكون بهذا الشكل، كيكون شويه ثقيل ولكن ما كيكونش ثقيل بزاف. غادي نزيد شويه ديال القرقاع اللي كيزيدها قرمشه وكيعطيها مذاق زوين. اكيد القرقاع كيجي مع المذاق ديال الشوكولاته. شرط انكم تستعملوا بودره الكاكاو اللي كتكون فيها النكهه ديال الشوكولاته، يعني المذاق النوع اللي كيكون جيد. هنا خديت المول اللي فيه تقريبا 24 سنتيمتر، دهنته بالزبده ورشيته ببودره الكاكاو. هنا بودره الكاكاو نفس الشيء، يعني تكون اللون ديالها بني، ما تستعملوش نهائيا بودره الكاكاو اللي اللون ديالها اسود، لان الكيكه غتجيكم من برا بحال محروقه، يعني كيعطي واحد اللون اللي كيكون مزوينش. من الاحسن انكم يا اما تستعملوا بودره الكاكاو اللي كيكون اللون ديالها بني، او تستعملوا غير الدقيق. صافي هنا خويت الخليط في المول، كنسرحوا بهذا الشكل اللي شفتوا معايا. كنحاول انني نقادو بهذا الشكل حتى كيتقاد. كنضربوه على سطح العمل مره او جوج صافي، وكنخلي الكيكه بين ما كيسخن الفران. كنسخنو على 180 درجه، كنطيبها غير من التحت حتى كتقرب الطيب، كنشعل على من الفوق ومن التحت، وكنخرجها. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي رطبه وكتجي خفيفه. هنا كناخذ القهوه اللي زدت ليها، كتحليوها يا اما بالعسل اولا بالسكر، يعني حسب اللي عندكم، او ديال التمر كتحليوها، وكنسقيو بها الكيكه ديالنا اللي هي مرحله اختياريه. يعني بغيتو تسقيو الكيكه ديالكم كتسقيوها بالقهوه، ما بغيتوش راه كتستعملوا مباشره الكريمه كيف ما غتشوفوا معايا اللي غنحضروا من بعد. صافي هنا كنسقيها مزيان، كنركز على الجوانب لانهم هما اللي كتكون فيهم كميه ديال الخليط كثيره. صافي كنخليها على جنب وكندوز كنوجد الكريمه باش كنخويها مباشره على الكيكه. هنا خديت كيس ديال بودره الكاكاو، او ناخذ 2 معالق. خديت 2 معالق كبار عامرين دقيق ديال الفارينه. وهنايا غادي نحلي بالسكر. انا استعملت هذا النوع ديال السكر اللي هو سكر بني غير مكرر. الصراحه انا هذا النوع اول مره كنستعملو، غير بغيت نجربو. انا خديته من مرجان، تقريبا الثمن ديالو كيدير 55 درهم الكيلو. بالنسبه للقياس ديال السكر استعملت 4 المعالق ديال السكر. وكيف ما وضحت لكم من قبل، هنا باش تجينا الكريمه بمذاق الشوكولاط نستعملوا نوع جيد ديال بودره الكاكاو. وهنا غادي نستعمل القهوه.
عندي هنايا 2 كيسان ديال القهوه اللي يعني بلا سكر بلا عسل، يعني ما محلياش. زدتها الخليط وغادي نخلط هاد المكونات كلها حتى كتنسجم. من بعد كنحط هاد الخليط فوق من العافيه وكنبقى نحرك باستمرار حتى كيتقال. صافي هنا من بعد ما كيتقال الخليط كيولي بهذا الشكل، كيولي القوام ديالو بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا هنا. كمرحله اضافيه يعني باش نزيد غنى اكثر لهاد الكريمه، غادي نزيد معلقه صغيره عامره ديال الزبده. الزبده اكيد تكون حيوانيه باش كتعطينا مذاق زوين، واكيد انها كتكون صحيه، يعني ما نستعملوش نهائيا المارغرين. في هذه المرحله الناس اللي بغاو يزيدوا الشوكولات ممكن انكم تزيدوا قطع ديال الشوكولات للخليط وكتبقاو كتخلطوهم حتى كيذوب. صافي هنا من بعد ما خلطت هذا الخليط مزيان حتى انسجمت لي الزبده مع الخليط، كنخويه مباشره، يعني ما نخليهش باش ما يجمدش مباشره. نخويه في الكيكه اللي كتكون واجده، يعني كنكونوا سقيناها من قبل باش ما نتعطلوش على الكريمه وتعقاد لينا. صافي هنا كنخوي الكريمه كلها وكنحاول انني نقادها بهذا الشكل باش كتوزع بشكل اللي متساوي على الكيكه. غادي نقاد ليها الوجه ديالها وغادي نخليها كتبرد في درجه حراره المطبخ حتى ما كيبقاش، يعني كيحيد منها البخار وكتبرد شويه. عاد كندخلها للثلاجه وكنخليها حتى كتبرد مزيان وكتماسك الكريمه مزيان. من بعد كنزيد ليها كنزينها بالقرقاع من الفوق اللي هو كيعطيها مذاق اللي زوين بزاف وكيعطيها غنى اكثر. وغادي نزيد ليها شويه ديال العسل من الفوق باش كيزيد كيحلي لينا القرقاع وفي نفس الوقت كيخليه ثابت على الكيكه باش ما كيطيحش لينا من بعد التقطاع. صافي وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا اللي بمذاق القهوه والشوكولاته. غادي نقطعها معكم وغتشوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. كتكون بهذا الشكل من بعد ما قطعناها كيف ما كتشوفوا معايا. كريمه القهوه كتكون متماسكه بهذا الشكل وكتكون غير خصنا نخليوها انها تبرد في الثلاجه مزيان باش كتماسك. صافي وكتكون بهذا الشكل، يعني الكيكه كتجي خفيفه وكتجي بمذاق القهوه والشوكولاته وكذلك الكريمه ديال القهوه اللي حضرناها بدون حليب، وكذلك الكيكه يعني وصفه اللي بدون حليب ومشتقاته. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد الوصفات بدون حليب ومشتقاته شرط ان هاد الكيكه تستعملوا فيها كاكاو اللي كيكون نوع جيد. بالنسبة للناس اللي مهتمين بالوصفات الصحية وبغيتوا المزيد من الوصفات المختلفة والمتنوعة والناجحة 100%، ما عليكم إلا الضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل اللي غادي تلقاو فيها قائمة بعنوان وصفات صحية. غادي تلقاو فيها جميع الوصفات الصحية على القناة اللي متنوعة. كانت هذه وصفتنا لليوم، نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. شكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.